كما قلت لكم المجالين الوحيدين. توكل كرمان شرارة فساد البلاد في 2011 وإلى الآن ما شفنا أي خير بسببها. المؤسف إنه سبب الانتفاضة والثورة كانت هي. شوفوا لوين وصلت الآن ولوين وصل الشعب اليمني. هي حاصلة على جائزة نوبل للسلام، مواقع وقنوات أخبارية خاصة فيها من ضمنها قناة بلقيس. عايشة في تركيا أمن وأمان وكل شيء متوفر لها تقريبا. أما الشعب اليمني معروف وما يحتاج نقلب المواجع نجيب مقارنات لوين وصل. المهم أن توكل كرمان مسوية حملة وداعمة للمظاهرات اللي تحصل بالمغرب حاليا وتأيد انقلاب الشعب على الحاكم. ورسالة لأهالي المغرب: لا تخربوا بيوتكم بأيديكم، شوفوا غيركم لوين وصل. لا أمن لا أمان، وعندنا أكثر من 7 رؤساء وكل واحد ألعن من الثاني. بطالة، فساد، جرائم وبواطل، ما في أي رئيس أو حكومة تنصفنا. توكل كرمان الآن عايش دور إبليس. بالنهاية إذا أحد لامها بتقول إني بريء منكم وهذا حصاد أفعالكم. المهم شوفوا حالكم وتعلموا من أخطاء جيرانكم.